الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذا هو اليوم 11 من رمضان، وقد مضى من الشهر ثلثه والثلث كثير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما مضى وأن يبارك لنا فيما بقي. إن الواجب علينا جميعا أن نسارع إلى الخيرات، وأن نتسابق في الطاعات، وأن نبادر بهذه الأيام المباركة قبل انقضائها، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوصانا بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فكر أيها المسلم، كم من إنسان صام في العام الذي مضى ثم أصبح عاجزا في هذا العام، بل كم من إنسان صام معنا في عام مضى ثم صار في هذا الشهر بين أطباق الثرى، قد غيبه الموت، انتقل من دار العمل إلى دار الحساب. احمد الله عز وجل على نعمته. بادر إلى العمل الصالح، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيها المسلمون عباد الله، إن من خير الأعمال في هذه الليالي المباركة قيام الليل. قيام الليل هذه العبادة التي لا يوفق لها إلا الصالحون، قد أوصانا بها ربنا جل جلاله، فقال مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتهجد به أي بالقرآن، رتل القرآن ترتيلا، كما قال له جل من قائل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الرباني وهذه الوصية القرآنية، فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نبينا عليه الصلاة والسلام
قام من الليل كله من أوله وأوسطه وآخره، كان يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. أيها المسلمون عباد الله، أهل القيام موعودون بجنات النعيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: صلاح القلب في 5 أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وقيام الليل، وخلاء البطن، والتضرع عند الأسحار، ومجالسة الصالحين. هذا هو دواء القلب. من هذا الدواء قيام الليل. أهل القيام أيها المسلمون عباد الله هم عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ربنا جل جلاله بقوله: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ذكر ركنين من أركان القيام: السجود والقيام. أما السجود فلشرف الحال، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما القيام فلشرف الذكر، لأن القرآن الكريم يتلى حال القيام في الصلاة، ما يتلى في الركوع ولا في السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. يا أيها المسلمون، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لنا: عليكم بقيام الليل، فإنه مرضاة لربكم ومطردة للداء عن أجسادكم، وهو دأب الصالحين من قبلكم. قيام الليل دليل على الإيمان. يخلو الإنسان بربه إذا نامت العيون وغارت النجوم وسكنت الحركات وهدأت الأصوات، يخلو بربه جل جلاله، يناجيه، يدعوه ويرجوه، يرتل القرآن ترتيلا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال قتادة رحمه الله: كان يقال ما سهر الليل منافق. ما سهر الليل أي في القيام والتهجد والاستغفار والتضرع والدعاء منافق، لأن المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما هذا الذي يخلو بربه في ظلمة الليل البهيم في خفاء من الناس، يتضرع ويدعو ويبكي ويرجو، فهذا دليل على إيمانه. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان قيام الليل مطلوبا في سائر الليالي فإنه آكد وألزم في هذه الليالي المباركة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير عباده الصائمين ومن خير عباده القائمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بصلاة الوتر، فقال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وقال: الوتر حق على كل مؤمن. وقال: من لم يوتر فليس منا.
وأوصى أبا هريرة رضي الله عنه ب3 خصال، ومن بينها ألا ينام قبل أن يوتر. احرصوا على صلاة الوتر، اختموا صلاتكم بوتر يحبه الله عز وجل من أجل أن تختموا ليلتكم بخير. واعلموا أيها المسلمون عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصانا باغتنام هذه الليالي المباركة، وأخبرنا بأن لله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، فألحوا على الله عز وجل بالدعاء، ولا تنسوا أمهاتكم وآباءكم وأرحامكم وجيرانكم، ولا تنسوا عموم المسلمين من دعائكم، فإن دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل. إذا قلت اللهم اغفر لفلان فإن الملك يقول آمين ولك، أي يغفر الله لك. إذا قلت اللهم ارحم فلانا قال الملك آمين وإياك، أي يرحمك الله عز وجل. فحين تدعو لأخيك المسلم كأنك تدعو لنفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك أواهين، إليك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من فتنة القبور، ومن دعوة الثبور، ومن عذاب السعير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، وانصر إخواننا المجاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.